معروف من زمان إن الفراخ بروتين الغلابة، خصوصا إنها أرخص من اللحمة والسمك كمان. علشان كده وزارة الزراعة خدت خطوات مهمة علشان تأمن السوق وتحقق الاكتفاء الذاتي منها. إيه اللي بتعمله الوزارة وإزاي هتحقق الاكتفاء الذاتي وبتدعم المربين إزاي؟ كل دي تفاصيل هتعرفها معانا في الفيديو ده. لو بصيت على أي حاجة ليها علاقة بالأكل اليومي عندنا في مصر هتلاقي إن الدواجن واحدة من أهم المصادر اللي الناس بتعتمد عليها في البروتين الحيواني، خصوصا إن أسعارها مناسبة للناس. وعلشان كده وزارة الزراعة واخدة الموضوع ده على محمل الجد، وبدأت معركة كبيرة علشان مصر تبقى مكتفية ذاتيا من الدواجن. الوزارة خلال السنين اللي فاتت ركزت على كذا حاجة مع بعض. أول حاجة تطوير منظومة الإنتاج الداجني، يعني دعم المزارع الموجودة وتشجيع الناس تتحول لنظم حديثة ومغلقة علشان يقلل انتشار الأمراض ويزود كفاءة الإنتاج. كمان دخلت برامج الإرشاد الزراعي والبيطري وبدأت تدعم المربين، خصوصا صغار المنتجين، علشان النشاط يكون مستدام والجودة تتحسن. ومن الناحية الصحية الوزارة عززت التحصينات البيطرية والرقابة على المزارع والأسواق، عملت حملات دورية للتطعيم ضد الأمراض الوبائية، وكمان طورت معامل التشخيص البيطري بحيث لو ظهر أي مرض يتم اكتشافه بسرعة قبل ما ينتشر. والنتيجة نسب النفوق قلت ومعدلات النمو اتحسنت. مش بس كده، الوزارة اهتمت بتوفير مدخلات الإنتاج زي الأعلاف ونسقت مع جهات تانية علشان الخامات الأساسية تكون متوفرة، وكمان شجعت الزراعة المحلية للذرة الصفراء وفول الصويا علشان نقلل الاعتماد على الاستيراد ونخفض تكلفة الإنتاج. وفي نفس الوقت الوزارة ركزت على الجانب الاستثماري، شجعت الاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات الدواجن المتكاملة اللي بتشمل التربية والتفريخ والتصنيع، وده ساعد في خلق فرص عمل وزود المعروض في السوق. وكمان دعمت تطوير المجازر الآلية وسلاسل التبريد، وده يفتح فرصة للتصدير ويزود القيمة المضافة. بالنسبة للترخيص خلال النص الأول من يناير الوزارة أصدرت حوالي 465 ترخيص تشغيل لمشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والعلفية ومراكز تجميع الألبان، سواء لأول مرة أو تجديد، ومن ضمنها 121 تصريح لتربية ماشية للمربين الصغار مع الالتزام بكل معايير الأمن الحيوي والسلامة. كمان تم تسجيل 327 تسجيل لمخاليط الأعلاف وإضافاتها، منهم 226 تسجيل محلي و101 تسجيل مستورد بالتعاون مع المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف ومعهد بحوث الإنتاج الحيواني. وتم إصدار 42 موافقة فنية لمشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة على أسس الوقاية والأمان الحيوي. مش بس القوانين والتراخيص، الوزارة كمان بتقدم دعم فني زي تجارب التجانس في 12 مصنع أعلاف بعدد 29 خط إنتاج للدواجن والمواشي والأسماك في محافظات مختلفة، وده كله علشان نطلع أعلاف مطابقة للمواصفات وتحقق أعلى معدلات أداء. وكمان بيتابعوا المخازن والمصانع ويعملوا حملات مفاجأة على مصانع الأعلاف، وده علشان يمنعوا أي تخزين أو رفع أسعار غير قانوني. الوزارة ما نسيتش صغار المربين، عملت 8 ندوات توعوية وتدريبات عملية على تغذية ورعاية القطعان بأفضل الطرق وبأقل تكلفة. كمان بيتم ضخ بيض المائدة في الأراضي المستصلحة عن طريق منافذ متحركة بأسعار أقل من السوق بنسبة 20 ل 25%، بمتوسط 1200 طبق 30 بيضة يوميا. وكمان متابعة المشاية في مشروع البتل وتقديم كل الدعم الفني ليهم. وبالنسبة للتصدير الوزارة وافقت على تصدير أعلاف أسماك، إضافات أعلاف مصنعات دواجن ودواجن مجمدة زي السمان والبط والحمام والرومي لبعض الدول العربية والأجنبية. وكمان خدت خطوة كبيرة وهي تعميم التقديم على تراخيص تشغيل الأنشطة دي عن طريق المنصات الرقمية الرسمية للوزارة ومنصة مصر الرقمية وتطبيقات الموبايل، وعلشان يبقى كل حاجة أسهل وأسرع للناس. يعني وزارة الزراعة مش بس بتشتغل عشان تأكل كويس، لكن كمان بتبني قطاع كامل منظم ومستدام يحافظ على الثروة الداجنة ويحسن الجودة ويوفر فرص العمل ويقلل الاستيراد ويفتح باب للتصدير. وده كله بيخلي مصر قريب جدا من الاكتفاء الذاتي في الدواجن، وأحيانا يكون في فائض كمان.